تخيل إنك في مواجهة وجها لوجه مع كلب ضخم، لو عضك مرة واحدة ممكن يفتت العظم في ثواني. النهاردة هنتكلم عن أقوى الكلاب في العالم، ومعاها هنقارن قوتها بأشهر الحيوانات المفترسة. الكنغال التركي، الكلب رقم 1 في العالم من ناحية قوة العضة. قوة فكه بتوصل ل 743 PSI تقريبا. عشان تتخيل الرقم ده، الأسد عنده حوالي 650 PSI، والذئب الرمادي حوالي 400 PSI بس. يعني الكنغال عضة واحدة منه ممكن تسحق أي خصم، حتى لو كان دب أو ذئب بيهدد القطيع. ومع كده هو كلب وفي جدا لو اتعاملت معاه بحب. الماستيف الإنجليزي، العملاق الطيب، وزنه يوصل لأكثر من 100 كيلو، يعني قد إنسان بالغ. قوة عضته حوالي 556 PSI، يعني أقوى من النمر اللي عنده حوالي 400 PSI بس. زمان استخدموه في الحروب كسلاح حي، والنهاردة بيعتبر من أكثر الكلاب الحارسة إخلاصاً لعيلته. الروت فايلر، الماكينة العسكرية، قوة عضته توصل لحوالي 328 PSI، يمكن أقل من الكنغال، لكن اللي يميز الروت فايلر هو الذكاء وسرعة الاستجابة. عشان كده بيستخدموه في الشرطة والجيش، وكمان كلب عائلي حارس مثالي. البيتبول، رغم إن عضته حوالي 235 PSI، إلا إن قوته مش في الأرقام لكن في العزيمة. البيتبول مش بيستسلم، لو دخل معركة بيكمل للآخر، وده السبب إن سمعته مرتبطة بالشراسة، لكن الحقيقة إنه ممكن يكون كلب حنون جدا مع صاحبه. الدوبرمان، الحارس الرشيق، عضته حوالي 245 PSI، لكن قوته الحقيقية في سرعته وذكائه. بيتحرك زي السهم، وده بيخليه من أخطر الكلاب في الحماية والمطاردة. لو وصلت لحد هناك ياريت تشترك في القناة. وبالمناسبة، أقوى عضة بين الحيوانات عموما مش للكلب، بل للتمساح النيلي بقوة توصل ل 5000 PSI. مقارنة بالكلاب الفرق مرعب جدا. وفي الآخر لازم نفتكر إن القوة دي مش معناها خطر. الكلاب دي بتكون أوفى صديق للإنسان لو اتربت صح. سؤالي ليكم، لو عندك فرصة تختار واحد من الكلاب دي تحميك، هتختار مين؟